السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي أكلات شهية مع لولا. اليوم غادي نتقسم معكم هاد المورقة اللي كتجيو رائعين وهشاش وطريقة سهلة. ندوز دابا الطريقة والمقادير ان شاء الله. وهنا غادي نبدا على بركة الله بول العجن. درت 2 كؤوس ديال الطحين الفورس، وهنا غادي ندير كاس ديال الفينو، غنزيد عليها معلقه ديال الملح الصغيره على حسب الذوق، وجوج معالق كبار ديال الزيت، ونعجن الكل جيدا بالماء. ونخليها ترتاح. وهنايا غادي نوجد لافارس. هنايا درت العطريه كامله في الطنجره، ملح، ابزار، سكنجبير وربيع. غادي ندير البصله مشلضه، ندير عليها القلقوم وشويه ديال الزيت والماء ونخليها طيب. وهنا بعد ما طاب ديك البصله غادي نزيد عليها لدند مقطع مكعبات صغيره. خليت لدند هو الاخر حيت سهل باش يطيب، ما بغيتوش باش ما يجيش قاصح. وبعد ما تغمرات ديك التغميره تشرب كاع داك الماء ولات معسله كتجي على هذا الشكل، غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. في هاد الاثناء اللي باغي يزيد البيض كيزيدو. وهنا العجينه كتولي هذا الشكل بعد ما خليتها ترتاح، كتجي مرخوفه شويه كتجيش قاصحه. غادي نقطعها كويرات صغار على حسب الحجم اللي بغيتو. طبيعة الحال باستهانة بالزيت، ضروري دهنوا يديكم بالزيت. كما كتشوفوا راه العجينه مرخوفه كتلصق. وهنا بعد ما كملت كاع ديك العجينه ديالي غادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق ونرجع معكم. وهنا العجينه بعد ما ارتاحت واحد 5 دقائق، غير باش تجيني سهله باش نفردها، انا خديت الزبده اللي ذوبتها ونفينو او سميد رقيق. انا غادي ندهن بالزيت باش نورقها. تجي رقيقه يبان سطح العمل. حاولوا بقاو تدهنوا الجناب، هما اللي كيجيو غلاظ. وهنايا بعد ما دلكتها مزيان غادي ندهنها بديك الزبده ونرش عليها الفينو. وغادي نلويها بحال مسمن نيت. وشكطويه ندهنها بالزيت ونرش عليها الفينو.
وهنا الا ما باغيش يدير الفينو كيحاول يدير لها ديك الزبده ما يذوبهاش، يخليها بوماد ويدهنها مزيان بديك الزبده ويلويها بحال المسمن، يطويها بحال المسمن على 4. وانا غادي نكمل معكم كاع المسمنات اللي عندي ونرجع معكم مع تتمه الوصفه. وهنايا بعد ما كملت ديك العجينه كامله على هذا الشكل غادي نخليها تاني ترتاح واحد 5 حتى 10 دقائق ونرجع معكم. هنا بعد ما ارتاحت ديك العجينه خديت هنا اللوز اللي سلقته في الماء سخون غير واحد 2 دقائق وفسختو قليتو وهرمشتو وتهرمش وزدت عليه السنيده على حسب الذوق شويه ديال القرفه. ونبدا ناخذ دابا ديك السمنه ديالي غندلكمها شويه وحاولوا ما تدلكوهمش في الوسط، دلكوها من الجناب وندير ديك لافارس. وانا درت معكم هذه الطريقه الاولى. هنايا درت ديك التغميره ديال الدجاج وغنزيد عليها واحد المعلقه ديال داك اللوز درتو مع السكر والقرفه ونجمع العجينه. حاولوا تجمعوا غير الاطراف باش ما تجيكمش معجنه. وهنا غادي نوجد معكم وحده اخرى بلا من هاد جبانه كتجي تقريبا بحال بحال. ها هي كتجي مجموعه شي بحال الورقه. وهنا غادي نستمر تنعمر كاع دوك المورقات اللي عندي. وغادي نديرهم في الطاوه ديال الفرن اللي دهنتها بالزيت نرجع معكم. وهنايا بعد ما درتهم كاملين في الطاوه ديال الفرن دهنتهم بالبيض ومشعل الفرن بطبيعه الحال سخون من قبل وغنطفي عليه من الفوق ونشعل عليه من التحت غير يتحمروا من التحت ونشعل عليه من الفوق
ملي يتحمروا ويطيبوا نقدم معكم في طبق التقديم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال المورقه اللي وجدت معكم اليوم. كتجي على هذا الشكل، كتجي محمره ومورقه. نتمنى تجربوها، ولا جربتوها ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب باش يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، وصفة جديدة ان شاء الله.